بعثة صن داونز تصل القاهرة لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل، وجماهيره يؤكدون على السوشيال ميديا ثقتهم الكبيرة في تحقيق الفوز. تايم سبورتس الأرضية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري الأبطال بسبب قدرته على استغلال أنصاف الفرص وتفوقه على بيرسي تاو ومحمد شريف. كولر يدرس البدء بكهرباء أمام صن داونز يوم السبت القادم. محلل أداء الأهلي يحذر مارسيل كولر من ثنائي هجوم صن داونز وقدرتهم على اختراق الدفاع من الأطراف أو القلب، ويؤكد للمدرب أن توفر مساحات لهذا الثنائي قد يعرض لاستقبال الفريق لأهداف. تألق مروان عطية وظهوره بشكل مميز يضع كولر في حيرة من أمره ليضع من في وسط الملعب أمام صن داونز. المنتخب الأولمبي للشباب يخسر بهدف نظيف أمام نيجيريا وصعب موقفه في المجموعة، ويأمل في الفوز على السنغال للتأهل. أيمن أشرف ينتظر عودة الفريق للتدريبات اليوم والجلوس مع مارسيل كولر والجهاز الفني لمعرفة خروجه من الحسابات تماما. مرتضى منصور يتعجب من الحفاوة والاستقبال المميز لجماهير أسوان للنادي الأهلي رغم أنه يقابل فريقهم. أنباء عن استقالة بعض أعضاء لجنة التظلمات باتحاد الكرة بسبب اتخاذ رئيس اللجنة لأمر غير قانوني، وهو سماح الزمالك بقيد صفقاته الجديدة. مطالب جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة النادي الأهلي بالتحرك والطعن على قيد صفقات الزمالك الجديدة الغير قانوني. فيوتشر يتعثر ويفقد نقطتين جديدتين بصراعه مع بيراميدز على وصافة الدوري المصري. الإسماعيلي يتراجع عن إقالة ميدو ويجدد الثقة ويبلغه بقيادة الفريق والميران غدا. فيريرا يقرر اصطحاب أحمد بالحاج وناصر منسي لبعثة الزمالك المتوجهة لتونس لمقابلة الترجي التونسي. فيريرا يدرس استبعاد شيكابالا لمباراة الترجي ويدرس البدء بلاعب يجيد اللعب في المناطق الدفاعية. محمد عبد الجليل الأهلي يحترم أسوان ولاعبي الفريق احترموا أنفسهم وقدموا مباراة رائعة، وبالأخص حسين الشحات. مارسيل كولر مقتنع بحسين الشحات واللاعب قدم أداء رائع خلاف الموسم الماضي، والأهلي قدم مستوى رائع في مباراة أسوان، والأهلي صاحب أفضل سكواد في مصر والأفضل مشاركة، ومن رأيي الأفضل مشاركة محمد أشرف لإزاحة علي معلول. أحمد ناجي مدرب الحراس الأهلي ليس بحاجة لحارس جديد. محمد الشناوي والحارس الأفضل داخل أفريقيا، ولديه حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي ومصطفى شوبير، وهناك حراس كبار يخطئون مثل كورتوا وأليسون. والأهلي نادي بطل وتعرضنا مثل ما تعرض له لاعبي الفريق في أسوان، ولكن ليس هناك مبرر لخسارة الفريق. دي كانت أخبارنا، ما تنساش تعمل لايك واشتراك.